احذر لا تلبس في عربية زي اللي لبس فيها الراجل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وسيارة لانسر إرش. طبعا هنفحص العربية كده مع بعض، نشوف العربية حالتها الفنية، هنفحص الدهانات الخارجية مع بعض. شوف كده مع بعض، عندي رش ومعجون زي ما واضح معانا على الجهاز، في نسبة معجون كثيفة جدا. أيضا على القلم في نسبة معجون. طبعا العربية كده فيها رش من الخارج. نشوف كده الأجناب بتاعت العربية، في معجون، نسبة معجون كثيفة جدا زي ما واضح معانا. واضح ان العربية دي فيها مشاكل كتير. الحوض بتاع العربية، الشاسيهات، طبعا هنا في شغل، في معجون. هنا كده في قطعية في الشاسيه الامامي يمين، هنتأكد من الناحية التانية. كده العربية فيها مشكلة كبيرة. طبعا الناحية التانية برضو فيها شغل، وفي شغل في سلاح الرفرف، والعربية مغيرة الربع الامامي. شوف مع بعض كده الكارترات. طبعا العربية هنا فاتحة الإرباك على الجهاز. طبعا في شغل في الكارترات، في شغل في الشنطة من الخلف، تسخين واضح معانا. هنشوف كده مع بعض الشاسيات بتاعت العربية مكان القطعية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا واضح معانا ان في معجون في الشاسيه زي ما واضح معانا، في معجون وفي قطعية مغيرة الربع الأمامي زي ما هو واضح. طبعا في هنا صدمة خلفية. في شغل أيضا في فردة الشاسيه الخلفية، وشغل في الستارة الخلفية. طبعا موتور العربية فاكك زي ما هو واضح معانا. طبعا العربية كلها كوارث زي ما احنا شفنا كده مع بعض، ومغيرة الربع الأمامي. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.